عمرك جربت تاخد خطوة شجاعة وبعد ما خدتها ونجحت فيها فجأة كده همت ومش عارف تكررها حتى تاني؟ طاقتك خلصت. ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان المقاومة، لأننا كتير بيحصل يعني بنقع في فخ ان احنا نبقى مش عارفين احنا ليه اصلا الحاجة دي، احنا ليه مش عارفين نستمر فيها، ليه برغم ان كنا متحمسين ليها في الاول ليه هبطنا كده ومش عارفين ايه اللي حاصل. بيبقى بسبب المقاومة، مقاومة خوفنا، مقاومة ان احنا خايفين قلقانين، ان احنا ما نبقاش قد كده. ساعات الصوت اللي جوانا ده لا انتوا لسه مش دلوقتي، لسه مش جاهزين. ساعات كتير بقى بنخاف من كلام الناس ونظرتهم لينا او انتقاداتهم او تعليقاتهم اللي ما تعجبناش. كل الحاجات دي بتخلينا نقع في فخ ان احنا ما نكملش الحاجة اللي بدأناها، عشان بنبقى مستنيين النتيجة تبهرنا، مستنيينها بالشكل اللي حلمنا بيه. فلما بتطلع بشكل مختلف أو بحاجة مش اللي كنا متوقعينها، ده بيخلينا نهبط أكتر. بس هو النجاح مش بيبقى انفجار، النجاح بيبقى تراكم واستمرارية، وهو ده اللي لو عملناه الموضوع هيختلف. ولو انت دلوقتي في مرحلة الهبوط دي، ما تضغطش على نفسك، بس كمان ما تستسلمش. حاول ولو حاجات بسيطة بخطوة صغيرة تاني، اللي هو تحمس نفسك تاني عشان تعرف ترجع للحاجة اللي انت كنت بتعملها تاني وبتكمل فيها. هو صحيح الفخ ده احنا كلنا بنقع فيه، بس هي الفكرة اهم حاجة ان احنا يعني لو خدنا استراحة محارب ما نستسلمش، نرجع نقاوم تاني. قولولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتهد حماسكم وازاي بترجعوا تشحنوا طاقتكم تاني. لان الحاجات دي لما هنقراها هنفيد ونستفيد مع بعض. شكرا.